يبغضه. الدليل إيه يا عم شيخ سالم؟ قال تعالى إنه لا يحب الظالمين. يا سلام على الآية وجمالها. إنه لا يحب الظالمين. وإيه تاني يا عم شيخ سالم؟ ثانيا أن الله يلعنه، إن ربنا بيلعن الظالم في كل كتاب، الأرض بتلعنه، السماء، كل شيء بيلعنه. قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. يبقى اللي بيلعنه مين؟ الله. تقبل لعنة ربنا عليك؟ أنا بقول لك كده عشان ترجع الحقوق. فلوس اللي انت كلتها حرام، الأرض اللي خدتها حرام. عارف قصة سيدنا سعيد بن زيد؟ سعيد بن زيد ظلم. أروى بنت أويس راحت اشتكته إلى الحكم ابن مروان وقالت له سعيد ظلمني وسرق مني أرضي. فجابوا سيدنا الحكم ابن مروان ابن الحكم، اسمه مروان ابن الحكم. قال له تعالى هنا، انت ظلمت أروى؟ قال له لا. قال له خدت أرضها؟ قال له خدت أرضها، يعني هي بتتهمني ان انا سرقت أرضها؟ قال له نعم. فقال له كيف أسرق شبرا من الأرض وقد سمعت رسول الله من اقتطع حق امرئ بقدر شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. يعني هتعذب في 7 نار والعياذ بالله يوم القيامة. أعمل كده ازاي وأنا سمعت الحديث ده من رسول الله؟ كان صحابي. قال له أنا صدقتك، لكن ده على سيدنا سعيد. قال يا رب يا رب أنت تعلم أني مظلوم وهذه دعوتي. قال اللهم نعم بصرها واجعل قبرها في أرضها. نسيب لها الأرض، يا دي أرضي وتاخدها مني غصب عني، تاخدها، ولكن اجعل قبرها في أرضها. لما دعا عليها سيدنا سعيد فقدت البصر. في يوم من الأيام بتحسس كده على الحيطة، فنزلت الأرض وقعت في بئر خالي من الماء، بئر يعني، فماتت ودفنت في نفس المكان، في أرضه اللي خدتها منه ظلما وعدوانا. عشان كده بقول للأخت اللي اتصلت أرضكم هترجع بإذن الله، لو ما رجعتش في الدنيا هترجع هناك. أتدرون من المفلس؟ قلنا من ليس معه درهما ولا دينارا. قال لا، المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة. ولكن سب هذا ولعن هذا وأكل مال هذا فيأخذ وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا يبقى معه ولا حسنة، ثم ترد سيئاتهم عليه ثم يكب في النار. صلي زي ما انت عاوز أيها الظالم، صلي من هنا للصبح، قيام ليل وصلاة زي ما انت عاوز. طول ما عندك مظالم للناس صلاتك ما لها قيمة عند الله. احنا عاوزين ننضف من جوه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احنا مشكلتنا مع بعض يا اخوانا. وانا بشوف الأشلاء في لبنان واللحوم اللي انصهرت مع البيوت ومع حديد البيوت، والأطفال في قانا، ما بشوف كل ده يا اخوانا. يمكن اليهودي بيتلذذ بيقول لك دي عبادة بتقرب بها إلى الله، لكن اللي قلبه حي وفيه إيمان بيتألم وتعصر. أنا بفكر بقول ده بسببي أنا وبسببك أنت وبسببك، بسبب كل إنسان ظلم، على فكرة ظلم نفسه أو ظلم غيره أو ظلم ربنا. هو ده المشكلة اللي احنا فيها واقعين فيها يا اخوانا. ايه اللي عيب فينا احنا؟ وربنا مش هيصلح حالنا إلا ما احنا نصلح حالنا مع بعض. احنا مع بعض. إذا كنتوا عايزين النصر القريب وعايزين ربنا يعجل لإخوانكم ها هنا وها هنا، عليكم ان انت تصلحوا نفسكم مع ربنا وتصلحوا نفسكم مع بعض. ازاي ربنا يستجيب من دعوة إنسان حاسد وحاقد؟ ازاي ربنا يستجيب من إنسان ظالم؟ يستجيب ازاي يا اخوانا؟ طب احنا يا اما الشيخ مش ظلمه، ما انتوا رضيتوا بالظلم. انتوا رضيتوا بالظلم، رضيتم به أول مرة. انتوا رضيتوا بالظلم وشايفين الظلم وسامعين الظلم وعارفين الظلم، عشان كده احنا شاركنا في الظلم واحنا مش حاسين. واشتد غضبي على من وجد مظلوما وكان قادرا على أن ينصره فلم ينصره. يبقى ربنا بيلعن الظالم. وإيه ثالث يا عم الشيخ؟ ثالثا من عاقبة الظلم إن الظالم محروم من هداية الله. يا ساتر، ذاك ما تلاقوش بيصلي، على فكرة ما تلاقوش بيعمل خير، محروم. عشان كده اللي بيصليش اللي بيبقى ظالم. الأنواع الظلم الثلاثة يفتش. قال تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا سلام. ويضل الله الظالمين، يضلهم ما يروحوش للخير أبدا. ثالثا رابعا الخسارة في كل أمر من أمور حياتهم، ولا تزد الظالمين إلا خسارة.
يخش في مشروع يخسر، يخش هنا خسارة في كل شيء. بعد كده لا تهنأ له الحياة، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، خلافات بينه وبين زوجته، خلافات بينه وبين أولاده جامدة جدا. بعد كده سوء المصير، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الندم يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه. بعد كده الحسرة عند الميزان. بعد كده الإقامة في النار. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. كيف نقضي على الظلم بقى النهاية؟ أن نرد الظالم عن ظلمه. قال رسول الله انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف أنصره وهو مظلوم؟ طب أنصره وهو ظالم كيف؟ قال أن تضرب على يديه، تقول له اتق الله، تقول له اتق الله، روح له كده قول له اتق الله حرام عليك، أكلت مال ده ارجع بقى عن ظلمك. ده نصرتك للمظلوم ونصرتك للظالم أيضا. قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصرة له، نصره. رواه البخاري. قال رسول الله من مشي مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام، فقد خرج من الإسلام. رواه أحمد والطبراني. قال رسول الله لعن الله من رأى مظلوما فلم ينصره. قال رسول الله عن رب العزة وعزتي وجلاله لأنتقمن من الظالم في عاجله وأجله ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب منه. رواه أبو داود. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. صحيح الإسناد. لم يبقى معي مع حضراتكم إلا نقطة واحدة جعلتها في النهاية. ظلم الإنسان لإخوانه في بقاع الأرض. شوف ربنا من علينا بالأموال والبترول إلى غير ذلك، وسبنا إخواننا في أفريقيا لفرق التنصير عشان ينصروهم. فالدول الإسلامية إن هي ما عملتش حاجة لدول يبقى كده ظلمتهم. أخي فاضل ليا دخل في أفريقيا في حتى زيمبابوي، بيقول لي قابلني واحد قال لي ربنا هينتقم من المسلمين من أفريقيا يعني. بيقول له ليه؟ قال له إن إحنا اتنصرنا معظمنا، يعني تصور قبيلة بأكملها تنصرت دخلت في النصرانية، والسبب ما لقيناش حد من المسلمين، أجدادنا كلهم مسلمين على فكرة، نسل كله إسلام. فقال له طب ممكن أقعد معاهم بس أكلمهم كده؟ قال له جالهم أخوكم المسلم جالكم افتكروكوا وبعت لكم واحد، بعت لكم واحد كان هيئة الإغاثة العالمية اللي بعتها على فكرة. هو وصل بيقول أنا يا ريت أتكلم معاهم لحد ما رجعوا تاني وبكوا بكاء شديد. تصوروا يا إخواننا كام من المجموعات تنصرت بسبب عدم وجود عالم يروح لهم. فإحنا لازم برضو، ده ظلم. الحتة التانية لو دخل العدو في قرية أو في بلد إسلامية لابد أن احنا نعاون إخواننا المسلمين. وأعدائنا فرقونا إلى شيع. على فكرة الإنجليز هو اللي عمل كده، وفرنسا اللي عملت كده، والأمريكان هم اللي عملوا كده، هم اللي فرقونا إلى شيع وسنة ومش عارفوا كذا وكذا فرق وجماعات عشان يساسلهم الأمر. ديت تاكل في دي وتاكل في ديت، وهو حاطط على الرجل كده ويصنع ويبيع لنا هو حاطط على رجل على رجل. فيجب علينا نصرة المستضعفين من إخواننا المسلمين في بقاع الأرض. النصرة ولا نخذلهم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يسلمه العدو. أخي فاضل شاف رؤية، اتصل بي وأنا على الهواء في الفاصل وقال رأيت أحسبه على خير وزكاة فأنا أعرفه معرفة جيدة. فقال رأيت رؤية أن شجرة لبنان، شجرة مكتوب عليها لبنان، أنها الورق بتاعها أخضر وجميل وعمال يزيد بسم الله ما شاء الله، وشجرة مكتوب عليها إسرائيل ورقها ناشف ودبلان ونزع الأرض وعمالة تهتز حتى رأيت جذورها. فاستبشرت خيرا، ودي بشرى الأمة الإسلامية أقولها للأمة الإسلامية أن النصر قادم آت وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.